زي ما سمعت احمد العوضي حاليا ملك الدراما بدون منازع في اخر 3 سنين بالارقام. بس السؤال هنا اللي محير مصر كلها، هل احمد العوضي عمل نفسه بنفسه ولا ياسمين عبد العزيز هي كلمة السر؟ والاخطر، هل نجاح العوضي مهدد عرش محمد رمضان في الدراما؟ وده كله هنجاوب عليه في اخر الفيديو. دخل الفنان احمد العوضي التمثيل بالصدفة، وتحديدا في عام 2009 عندما ذهب لمقابلة الفنان الراحل نور الشريف الذي كان يجري اختبارات لاختيار وجوه جديدة لمسلسل ما تخافوش. وكان العوضي حلمه بس انه يتصور مع نور الشريف، ولكن الفنان يفاجئ العوضي ويطلب منه انه يعمل تيست تمثيلي قدامه. وبعدها بيوم يتفاجئ العوضي باتصال الفنان نور الشريف بيه، وهنا بداية دخول العوضي الى رحلة التمثيل. من المعلم الاول ليك انت بيبقى بالنسبه لك هو وخلاص. استاذ نور الشريف كمان هو مثل الاعلى. طبعا طبعا. يعني انا كنت احلم بس ان انا اشوفه على الحقيقه، مش عايز امثل معاه، اشوفه بس. ويطلع العوضي في مسلسل ما تخافوش. في نفس السنه يطلع في مشهد في فيلم بدل فائد للفنان احمد عز. وفي 2011 يطلع في الدالي، و2014 يطلع في السبع وصايا دور محسن. ومن بعد السبع وصايا العوضي ابتدى يخبط في كذا عمل في الدراما عشان يبرز موهبته ويعليها، زي مسلسل الميزان وارض جو الاخ الاخ. في سنه 2018 يطلع في مسلسل ابو عمر المصري، تحديدا في دور ابو سلمان الرحماني. وقبلها في السينما كان طالع في فيلم هروب اضطراري الرائد ايمن غالي سنه 2017. عارف الفرق بيني وبينك ايه؟ ان انت رتبتك زي رتبتي بالظبط، مع انك اكبر مني بشويه حلوين. عارف ده معناه ايه؟ ده انا ظابط مباحث شاطر وانت ظابط مباحث فاشل، عشان ما بتفكرش بعقلك، حافظ مش فاهم. ويطلع في كلبش 3 دور بروسلي. لحد سنة 2020 العوضي كان ممثل عادي، وبعد سنة 2020 بقى ممثل تاني خالص، وده بسبب اختياره في دور هشام عشماوي في مسلسل الاختيار. حرفيا العوضي بعد دور هشام عشماوي وهو برز موهبته امام المخرجين حتى يشوفوه بوجهة نظر اخرى. في نفس السنة نسمع خبر جوازه بياسمين عبد العزيز، وينزل سنة 2021 بمسلسل اللي ملوش كبير بالظبط كده دور سيف الخديوي. المسلسل يكسر الدنيا، خصوصا ان ما كانش فيه مسلسلات وقتها تقيلة نازلة قصاده. يعني كان عندك موسى ونسل الاغراب، والاتنين النهاية بوظت المسلسل. لو عايز تهزق راجل هات له واحده ست. على الله حكايتك يا ست. وبعد النجاح الكبير لأحمد العوضي يغيب سنة كاملة عن الدراما وعن التمثيل، وغيابه ده كان ذكاء جدا من أحمد العوضي. وده يرجع لسبب إنه مغامرش بنجاح مسلسل اللي ملوش كبير ودوره الكبير هشام عشماوي إنه يقبل أي ورق وخلاص لسنة 2020. بالعكس العوضي شاف إن المخرجين ابتدوا يبصوله على نظرة البطل ويشوفوه على إنه بطل بالفعل، فتقل حبة لحد ما جاله ورق كويس سنة 2023 بمسلسل ضرب نار. وهنا بداية السيطرة على الدراما بالنسبة للعوضي. المسلسل يكسر الدنيا، والمخرجين خلاص اعتمدوا ان العوضي بقى بطل يشيل اي اسم مسلسل او اي فيلم، وكمان اصبح ليه شعبية كبيرة جدا. احلى على احلى. والنبي انت اللي وتيجي سنة 2024 اكتر سنة عليها جدال بالنسبة لاحمد العوضي. واحد، ينزل بمسلسل حق عرب والمسلسل يكون الاعلى مشاهدة لاحمد العوضي وقتها. اتنين، ينزل بفيلم الاسكندراني اللي كان عليه جدال كبير جدا ما بين احمد العوضي والفنان بيومي فؤاد، وده بسبب بعد نجاح فيلم الاسكندراني بيومي فؤاد طمع في نجاح الفيلم بل واستكتر على احمد العوضي، وقال ان الفيلم كان من بطولته هو وان احمد العوضي كان دور تاني. طول عمر الناس بتراهن عليا، النهارده اول يوم اراهن على نفسي. ثالثا، نتفاجئ كلنا بانفصال احمد العوضي وياسمين عبد العزيز. وهنا هنيجي عند سؤال، هل ياسمين عبد العزيز هي السبب في نجاح احمد العوضي؟ ناس كتير بتقول ان ياسمين عبد العزيز هي السبب، وناس تانية شايفين ان احمد العوضي كان نجم من قبلها. فالخلاصه ان العوضي طلع السلم واحده واحده، من مشهد في بدل فايد الى مساحه كبيره في هروب اضطراري، الى دور عيسى في لص بغداد، والدور الكبير هشام عشماوي في الاختيار، الى مسلسل اللي ملوش كبير مع ياسمين عبد العزيز. وهو اتشاف قبل ياسمين عبد العزيز بشكل كبير، وكان يوم ما هيكون بطل، لكن ياسمين عبد العزيز لها فضل كبير عليه، لان اول بطوله للعوضي كان مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل اللي ملوش كبير، وتاني بطوله للعوضي كان مع ياسمين عبد العزيز في ضرب نار. فياسمين عبد العزيز كانت البوابه الرئيسيه لدخول العوضي في ادوار البطوله، وهو عدى منها وبنى لنفسه امبراطوريه من غيرها. الدليل انه بعد ضرب نار نزل بمسلسل حق عرب، والمسلسل يحقق اكبر نسبه نجاح لاحمد العوضي في الوقت ده. يد انا بطل ابا عن جدا عن ستا، خلص الشغله. بعدها ينزل سنة 2025 بمسلسل فهد البطل، وكالعادة المسلسل يحقق نجاح كبير جدا، وللمرة الثانية على التوالي العوضي يحقق نجاح ويكون ترند رقم 1 في مصر، وده من غير ياسمين عبد العزيز، بل والمسلسلات بطولة مطلقة ليه. ورب النار دي ما تعرف تعمل حاجه، ربنا يعينك على حالك يا رمضان. انا بصراحة قلت ان ممكن العوضي يكون فترة زي اي ممثل بيطلع كام سنة ويختفي تاني، ولكن العوضي ينزل بمسلسل علي كلاي، وده اخر مسلسل للعوضي في الموسم الرمضاني اللي فات 2026. ومسلسل علي كلاي يحقق اكبر نسبة مشاهدة لاحمد العوضي في تاريخ الدراما. يبقى العين بالعين والسن بالسن والبادي ايه؟ البادي ايه؟ ريحنا عشان اريحك.
نفس نسبة المشاهدة دي بالنسبة لمسلسلات احمد العوضي فقط، لان زي ما احنا عارفين ان اخر كام سنة اعلى نسبة مشاهدة هو مسلسل جعفر العمدة. والسؤال هنا ليه احمد العوضي خطر على محمد رمضان وبيهدد عرش محمد رمضان في الدراما، رغم ان محمد رمضان ليه مسلسلات تشفع له عن اي ممثل اخر من جيله زي ابن حلال والاسطورة والبرنس وجعفر العمدة. والسبب ان محمد رمضان بقاله 3 سنين غايب عن الدراما، لان زي ما احنا عارفين كان بيحضر فيلم اسد، ولما حب يرجع للدراما اول حد كلمه كان المخرج محمد سامي، وده بسبب ان محمد رمضان عارف انهم بيكسروا الدنيا مع بعض. ولكن محمد سامي يرفض العمل مع محمد رمضان سنة 2027 ويعلن انه نازل بمسلسل مع الفنان احمد العوضي. زي ما بقول لك كده رفض مسلسل لمحمد رمضان عشان ينزل مع العوضي بمسلسل السنة القادمة، وده مش عشان شايف ان العوضي افضل من محمد رمضان، بالعكس هو عارف ان محمد رمضان في الدراما هو رقم واحد. بس ده يرجع ان محمد سامي مستغل نجاح وسيطرة احمد العوضي عن الدراما كبطل مطلق في المسلسلات اخر 3 سنين على التوالي. ده انا هعينك. يعلن تعاونه معاه في رمضان 2027، وده بسبب ان محمد سامي شايف انه لو نجح مع العوضي في المسلسل الجديد امام محمد رمضان، الجمهور هيشوف ان محمد رمضان من غير محمد سامي فنان زي اي فنان، وان نجاح الاسطوره والبرنس وجعفر العمده يرجع للمخرج محمد سامي قبل محمد رمضان. طيب ليه محمد سامي اختار انه يتعاون مع العوضي عشان ينزل ضد محمد رمضان وما اختارش انه ينزل مع اي فنان اخر زي محمد امام او عمرو سعد؟ وده بسبب ان مسلسلات احمد العوضي اخر 3 سنين هي الانجح والاكثر مشاهده في رمضان، وده غير ان العوضي بقى ليه شعبيه كبيره في مصر في الدراما، وانه دور ابن الشارع والحاره والحبكه الدراميه بتليق على العوضي جدا زي ما بتليق على محمد رمضان. وانا متحمس جدا لرمضان الجاي بسبب اننا هنشوف احمد العوضي والمخرج محمد سامي مع بعض قدام محمد رمضان والمخرج بيتر ميمي، فاحنا كجمهور هنتبسط جدا بالعملين دول قدام بعض. انت بقى يا قلب اخوك عرفني في تعليق مين هيكون الافضل والاعلى مشاهده في رمضان الجاي. اما بالنسبه لكارير العوضي في المسلسلات فهو محقق ارقام كويسه وكبيره، ولكن انا بشوف ان العوضي مسلسلاته شبه بعض شويه، لدرجه ان انا لما بشوف فهد البطل بحس ان مفيش فرق بينه وما بين حق عرب غير اختلاف اشياء بسيطه في القصه والسيناريو، وبحس ان العوضي بيعمل نفس الكاركتر كل سنه. عندك حق عرب، فهد البطل، علي كلاي، مسلسلات متقاربه جدا وشبه بعض. كمان العوضي لازم يشتغل شويه على حته السينما لان هو ملوش غير فيلم الاسكندراني، وكمان عليه جدال كبير جدا. واخر اخبار العوضي في السينما انه نازل بفيلم شمشون ودليله الفتره القادمه. اتمنى الفيلم ينجح ويكسر الدنيا عشان نشوف العوضي بشكل كبير في السينما، لان العوضي فنان قوي جدا وهيكون اضافه قويه للسينما ولينا احنا كمشاهدين. وانا صغير يا باشا كنت العب بوكس. طب تقول لي طب ايه علاقه البوكس ببروسلي؟ اقول لك يا باشا وانا صغير كنت عيل شقي بتاع حكايات وكنت بتاع مشاكل. انا كنت انزل اضرب راجل بوكس من هنا تروح في وشه ترجع بروحه، بس وانا بضرب كنت اعمل ايه. بس كده يا قلب اخوك كان معاكم احمد مجدي. فلو وصلت لنهايه الفيديو فانت انسان محترم، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لنا رايك في كومنت وتعرفني حابب اتكلم عن ايه الفيديو الجاي. اشوفكم على خير، سلام.